تشكو مدارس ذي قار الإهمال، إذ أضحى مألوفا تزاحم الطلبة ومشاركة أكثر من 4 طلاب بمقعد خشبي واحد، إضافة إلى تهالك الأبنية ونقص الكتب، الأمر الذي دفع الأهالي إلى إنشاء حملة وتشكيل ورش خاصة لطبع المستلزمات المدرسية. جالسون أرضا، هذا هو حال طلبة المدارس في محافظة ذي قار. سنوات مضت ولم تنتهي هذه المعاناة، فكل عام تسجل المحافظة زيادة بعدد الطلبة ونقصا واضحا بالأبنية والرحلات والمستلزمات المدرسية. من بداية السنة إلى حد هذا اليوم قاعدة على القاع، ماكو رحلات، تلبيساتنا متلفة من شدة الترابل بالقاع، وإثاث ماكو، كهرباء ماكو، أي شيء ماكو. لو تدخل تشوف وحدة من الشعب يعني بيها 50 60 3 أو 4 أو 5 توصل للرحلة بيها، ووحدة من عتن يعني كتب ماكو، يعني كل 3 طالبات 4 كتاب، أكو ناس بيها ما عتن، يعني هل يا ترى تشتري كتب أم تشتري ملابس أم توفر مستلزمات؟ هذا الواقع المرير تفاعل معه العديد من الأهالي ليشكلوا ورشة خاصة لطبع الكتب وإعادة الحياة للرحلات القديمة وإنشاء أخرى جديدة وبحسب حاجة المدارس. محافظة ذي قار تشهد نقص شديد وكبير في المقاعد الدراسية. انطلقت هذه الحملة إن شاء الله والتي سوف تستمر لمدة 10 أيام، ومن المؤمل أن تنجز هذه الحملة 3000 مقعد دراسي. هذه المجموعة من الشباب أن تسوي ورشة لطباعة واستنساخ الكتب حتى تزود بها المدارس، واستهدفنا بالضبط المدارس اللي تقع في الأرياف. مدارس متهالكة يعاني من يجلس على مقاعدها الأمرين، مشكلة قائمة رغم الأموال الطائلة التي صرفت على ملف وزارة التربية. من مدينة الناصرية، لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية.